لو البنت ما شبعتش من حضن ابوها وحبه وحنيته هتترمي في حضن اول واحد يديها حبة اهتمام زي فين ملهمش لازمة. فما تسيبش بنتك لوحدها في الدنيا وترجع تقول ده اتضحك عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي، يا رب دايما تكونوا بخير. واحدة بعتت لي رسالة على الخاص: لو سمحتي بعد اذنك عايزة رقم تليفونك ضروري. بنوتة. قال لا، طب هو ايه اللي حصل؟ انا اول مرة حد يطلب مني رقم تليفوني. طب محمد ابني عمل مصيبة، محمود جوز بنتي اتجوز على بنتي ودي مراته وعايزة تحترف لي. فبعت لها رقم التليفون: اتفضلي يا ستي رقم تليفوني اهو. فتلاقيتها بتتصل بيا: بعد اذنك انا عندي مشكلة وشفت الحلقات بتاعتك على الفيس وحسيت بالراحة لحضرتك وحبيت ان انا اتكلم معاكي وهحكي لك عن مشكلتي ويمكن ربنا يجعل في كلامك راحة ليا لان انا تعبانة جدا ما عنديش حد اتكلم معاه. قلت لها: يا ستي اهلا وسهلا، اتفضلي. المهم كلمتني البنوتة، قالت لي: انا فلانة الفلانية من المنطقة الفلانية، حي شعبي، عندي 19 سنة، في أولى معهد. مشكلتي إن أهلي ما حدش فيهم بيسمعني. والدتي ست تقليدية جدا، ربة منزل، ما بين الأكل والشرب والغسيل وأكل لإخواتي ومذاكرتهم ودروسهم. ووالدي موظف عادي جدا، شديد علينا، هو مش غبي، هو حنين بس خايف علينا فبيترجم ده بشدة. فأنا مليش حد أحكي معاه وما بلاقيش حد يسمعني، ما بلاقيش حد ياخد ويدي معايا في الكلام. كل العالم بتاعي المعهد ودراستي والموبايل. أنا أكبر إخواتي وفي بعدي ولد وبنتين. كل اللي حواليا لما باجي اتكلم مع ماما او مع حد من اخواتي البنات بيحسسوني ان مشكلتي تافهه جدا وان انا افكاري تافهه وان انا بفكر في حاجات المفروض ان انا مفكرش فيها وافكر في حاجات اهم. بس الحاجات اللي انا بفكر فيها دي بالنسبه لي انا مهمه، لكن هم مش قادرين يستوعبوا ده. من خلال التليفون اللي معايا قدرت ان انا اتعرف على شاب اكبر مني بسنتين. اتلاقيت معاه كل اللي انا كنت بدور عليه، اتلاقيت معاه الحنية، الاهتمام، الاذن اللي بتسمع، ودي اكتر حاجة هي ركزت عليها، ان هو بيعرف يسمعها كويس قوي. بيحسسها ان كل كلمة بتقولها ليها اهميتها وليها يعني ان هي حاجة كبيرة قوي، ان كلامها مش تافه وافكارها مش تافهة. حسسها بنفسها، سيبكم من حتة ان هو حسسها بأنوثتها، لا هو حسسها بنفسها بكيانها، اللي هو الحلم اللي كانت بتحلمه لقيته في الشخص ده. الاهتمام والحب والتفاهم والحنية وكل حاجة. تقولي بقى هو العالم بتاعي، ما بقيتش اقدر استغنى عنه. بعد ما كنا بنتكلم شات بس بقينا بنتكلم على التليفون فترة كبيرة. عدد الساعات زادت قوي في المكالمات. بدأ يطلب منها ان هم يتكلموا كام وهي لابسة حجابها وكل حاجة. بعد فترة: طب وفيها ايه لما كلميني انتي لابسة لبس البيت؟ مش حجة، اصلي احنا خلاص ده انتي حبيبتي وهتبقي ام ولادي. هي البنت متدينة شوية، خايفة ربنا، فبدأت تحس بخوف، لان كل ما يطلب منها ان هي تفتح الكام: لا اصلا انا مش هقدر البس التحجيبه دلوقتي عشان هم قاعدين هيستغربوا وهيقولوا ليه مش ليه. طب ايه المشكله افتحي وانتي بشعرك، ايه اللي فيها يعني، ما انا كده كده هتقدم لك وكده كده هتجوزك. بدات ترفض، بدا يتغير عليها، بدا يبعد، بدا ما يردش عليها، بدا يهددها ان هي لو ما سمعتش كلامه في اللي هو بيطلبه هيبعد. طبعا هي بتقول لي حته انه يبعد دي بالنسبه لي مصيبه، لاني ما صدقت ان انا اخيرا بقى ليا لازمه وبقى ليا حد
يحسسني ان وجودي ليه لازمة وحياتي بقى ليها معنى. فبتقولي انا دلوقتي مش عارفة اعمل ايه. الشيطان بدأ يوسوس انه ايه المشكلة، يعني ايه المشكلة لما شعرك يبان؟ عادي، مش حاجة، مش شغلانة، يعني مش انا مش هلبس قميص نوم واطلع بيه، ده انا هو مجرد شعري، انا كده كده لابسة جلابية بيت او بيجامة او بدأ الشيطان يلعب لها في الحتة دي، لان هي خايفة ترجع لوحدها تاني، خايفة انها تفقد الشاب دوت، فما تلاقيش حد يهتم بيها ويديها احساس الكينونة اللي هي حاسة معاه. فالبنت جت في اخر المكالمة كانت منهارة جدا. حاولت اهديها وحاولت ان انا اتناقش معاها في كذا نقطة. في الاخر قفلنا مع بعض ان انا هرجع لصديقة ليا اخصائية نفسية برضو واحكي لها واخد رأيها. بس انا دلوقتي بتناقش معاكم بافكاري انا وعايزاكم برضو تتجاوبوا وتتفاعلوا معايا، تقولولي ايه رأيكم. انا شايفة ان لا طبعا، هو لو جد وانسان محترم يخش من الباب، يجي ويتقدم ويبقى رسمي قدام الناس كلها، غير كده لا. وده ردي على البنوتة وعلى اي بنت في مكانها. مفيش حاجة اسمها انتي مراتي، انتي ام ولادي، انتي حبيبتي، فعن طريق دوت يخشلك ويبدأ يطلب حاجات مش من حقه نهائيا. مكالمتك، مجرد مكالمتك معاه في التليفون، انت كده بتخوني اهلك، بتخوني ربنا. فبلاش. ليه؟ لان الاخ دوت هياخد جزء من رصيد الحب اللي جواكي وهيخلع، وهيجي بعديه واحد تاني فهتقولي لا ده غير التاني، وهياخد جزء ويخلع. وكل واحد هيخش حياتك هياخد جزء من مشاعرك ومن براءتك ومن طفولتك، ويسيبك ويمشي. وفي الاخر اللي هيجي يخبط على بابك ويجي يطلب ايدك ويعمل مستحيل عشان تبقوا مع بعض بجد، مش هيلاقي حاجة ياخدها، هتبقى استنزفتي. تمام؟ فبلاش. حافظوا على مشاعركم للشخص اللي هيتعب عشان يوصل لها، اللي هيحارب عشان ياخدك، اللي هيخش من الباب. غير كده كله ضحك عندهم. طيب بالنسبة بقى لبابا وماما، للأب، انت امان بنتك وانت مفتاح قلبها. بمعنى الأب اللي بيشبع بنته حب وحنية وصداقة، صعب جدا 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 أي شاب يدخل لها بأي طريقة من الطرق، إذا كان بقى نحنحة، إذا كان تسبيل، إذا كان جدعنة، إذا كان شهامة، إذا كان اهتمام. الأب اللي مشبع بنته من الحاجات دي ومحوط عليها، خلاص مش هيخاف إن في شاب يضحك على بنته بكلمة، أو مش هيحصل. فصاحب بنتك، صاحبها، حبها، اديها حنانك وحبك واهتمامك، ان هي دي اهم حاجة عندك في الدنيا. مفيش حاجة اهم من بنتك وابنك اللي في حياتك. اي حاجة تانية تقدر تعوضها في اي وقت، لكن دول لو ضاعوا منك خلاص الموضوع انتهى. لو البنت ما شبعتش من حضن ابوها وحبه وحنيته، هتترمي في حضن اول واحد يديها حبة اهتمام زيفين ملهمش لازمة. فما تسيبش بنتك لوحدها في الدنيا وترجع تقول ده ضحك عليها، ده حصل، ده جرى. البنت في وسط كلامها قالت لي انا نفسي اقرب من بابا وماما، ونفسي نبقى اصحاب، نفسي ما احتاجش لحد براهم. وهو ده اللي انا بقوله، وخاصة الاب مع بنته. ان الام ماشي صاحبة وتاخد بنتها في حضنها وكل حاجة، بس الاب افتقاد البنت لابوها وتواجده في حياتها هو ده اللي بيخليها تفتح بابها لأي شخص معدي. أي شخص هيعدي بس كده هتفتح له بابها.
فركزوا مع بناتكم وحافظوا عليهم، شبعوهم من حبكم وحنيتكم. الله يرحمه عمي سعد. عمي سعد ده اللي خلاني ابقى قوية قدام اي شخص مهما كان هو مين، مهما كانت وسامته، مكانته، شخصيته، لانه عمل ده معايا وانا صغيرة. شبعني حب وحنية وخروجات وفسح وكنا مثلا واحنا ماشيين ينججني ويعاملني كأنه حبيبته، يعني كان بيتعامل معايا كأني أنا حبيبته وصاحبته وأخته، يخرجني ونتفسح ويقعد يتكلم معايا ويحب فيا فشبعني بمعنى كلمة شبعني حب. فما كانش أي حد بيقدر إن هو يلفت نظري أو ياخد اهتمامي، ما كانش بيحصل غير مع الشخصيات اللي فعلا تستاهل إن الواحد ينجذب لها. وحتى بدي ما كنتش اللي هو ايه اللي هو البنات اللي بيدلقوا، لا خالص. ليه؟ شبعت حب وحنية واهتمام وفسح وخروجات. فاعملوا كده مع بناتكم عشان يبقى قلبكم مطمن. يا رب ما كنش طولت عليكم. سلام عليكم.